أهلا بكم في همسة الحيوان. شكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة والرقيقة، وبناء على طلباتكم وإن انتوا طلبتوا إن عايزين تدريبات ازاي نتعلم أو نتدرب الحيوانات الأليفة. فالنهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، ازاي ندرب حيواناتنا بطريقة سهلة وآمنة ومن غير ما نسبب لهم توتر أو خوف. أول حاجة أهمية التدريب. التدريب مهم جدا لأن هو بالعكس بيخلي الحيوانك الأليف يفهمك أكتر، وبيخلي حياتكم مع بعض أسهل وأجمل. كمان بيساعد الحيوان يكون هادي، وده بيقلل من السلوكيات طبعا المزعجة بتاعته، سواء كان النباح أو عض الأشياء، لأن دايما الكلب أو القط دايما ممكن يعضوا شوزات، شرابات، حاجات من كده وهم في البداية وهم برضو صغيرين. فده بيقلل من السلوكيات المزعجة بتاعتهم. التدريب بيقلل من ده لأن هم بيفرغوا طاقة، وفي نفس الوقت هم بيفهموك، فأي حاجة أنت بتقولها لهم يستجيبوا معاك. يعني حتى لو رفضت السلوك اللي هم بيعملوه بعد التدريبات وكده بيستجيبوا لكلامك وبيسمعوا كلامك جدا. تاني حاجة أساسيات التدريب. إيه هي بقى أساس التدريب؟ أساس التدريب المكافآت الإيجابية. أول وأهم قاعدة في التدريب هي استخدام المكافآت، زي الأكل المفضل ليهم أو حاجة بيحبوها. في حاجات بتتباع برضو للحيوانات، زي مثلا زي ما بندي الطفل شوكولاتات وحلويات وحاجات من دي، برضو هم ليهم حاجات زي كده ممكن بتديها لهم كمكافأة، أو أكلة يكونوا بيحبوها، أو تطبطب عليهم أو تقول لهم كلام حلو إيجابي، برافو، شاطر، أنت كويس. والطبطب هو بيفهم جدا، لأن بيفهم نبرة صوتك، التعبيرات بتاع الوش بيفهمها جدا، ونبرة الصوت، فهو بيفهم إن الكلام إن ده أنت بتقولي كلام كويس، بتطبطب عليه، تبوسه برضو، فده بيفهم إن هو كده عمل حاجة كويسة. لأن الكلام الكويس بتكون الكلام الإيجابي دايما بيكون حلو، سواء الإنسان أو الحيوان. يعني استحالة مثلا ما تقول لإنسان حاجات سلبية هيبقى حاجة كويسة، لأ، حتى لو هو بيعمل غلط، يعني الطفل حتى لو أو شاب أو مراهق أو في أين كان، حتى الإنسان الكبير لما بتقوله كلام حلو، حتى لو هو حاجة غلط وبتقالها له بطريقة حلوة وبتقولها له بطريقة كويسة بيستجيب. لكن لما بتقول كلام سلبي أعتقد بيعاند يعني كإنسان. فأكيد الحيوان بيعمل نفس الحكاية، لأن رافض أسلوبك، رافض طريقتك، لأن طريقة معنفة، طريقة مش حلوة، حاجة سلبية. فالحاجات الإيجابية دايما حلوة سواء مع الإنسان أو مع الحيوان. والمكافآت دايما بتكون جميلة، سواء كنت تديله حاجة بيحبها أو حاجة من الحلويات اللي هي للحيوانات، أو إن أنت تديله أكلة كويسة، أو تقوله كلام حلو، كلام إيجابي، كلام مش سلبي. 2 الصبر والتكرار. طبعا لازم يكون عندنا صبر، مش مثلا هنقول له النهاردة اعمل كذا أو ما تعملش ده، أو اقعد أو اقف أو هات الكورة وننزل نمشي، تعالى روح اقعد هناك على الكنبة مثلا، أو اقف هناك. ممكن كمان يفهم أصحاب البيت أسمائهم، يبقى عارفهم، روح عند شخص فلان. ده كله ده بالتكرار والصبر. مفيش حاجة بتيجي كده مرة واحدة، انت ما بتطلعش السلم مرة واحدة، حاجة واحدة واحدة. لازم يكون عندك صبر طويل، وفي نفس الوقت ما تكونش الحاجات كتيرة، ولا تقول له مثلا جملة، لأ، هي كلمة، اقف، تعالى، نام، هات. يعني هات الكورة ممكن كلمتين بس، في البدايات بتبقى كلمة
واحدة بس، ما بيبقاش مثلا الكلام كتير لأنه مش هيفهم جملة كبيرة، لازم تقولها له كلمة واحدة. وما تتوقعش مثلا إن الحيوان يتعلم حاجات كتير من التكرار، بس مع الصبر ومع التكرار هيتعلم حاجات كتيرة قوي، وهيتعلم كلمات كتير قوي، بس مع الصبر والتكرار. والكلام يكون محدود، ما بتكونش جمل كبيرة، لازم تكون كلمات صغيرة، كلمة واحدة كفاية. والأوامر تكون قصيرة، يعني مثلا ما يكونش روح هات الكورة، طبعا لأ، هات الكورة خلاص. فين الكورة؟ لو رميتها وخليته جابها. سلم وتمدله ايدك، مثلا لما بتمسك ايده وتخليه يسلم على ايدك، ولو مرة في 2 في 3، وبعد كده لما يعمل لوحده تديله حاجة كويسة. فده بيخليه يستجيب معاك، بس مع التكرار قلنا والصبر، وحاجات قليلة، ميكونش حاجات كتيرة. مثلا الأوامر القصيرة دايما بتكون كلمات بسيطة، بتكون كلمات محفزة، ما يكونش مثلا حاجات كتيرة. سوري. تالت حاجة، أخطاء لازم ما نتفاداها أو ما نعملهاش أو نتجنبها. ما ينفعش نستخدم العنف خالص. ما ينفعش مثلا لو ما سمعش كلام أو ما فهمش الكلمة بتاعتك انت تعنفه أو تضربه، حتى لو كان ضرب خفيف، أو تشخط فيه. لأ، بلاش العنف وبلاش الحاجات دي خالص، لازم نتجنبها نهائي. حتى الصوت العالي، حتى ولو نبرة صوتك اتغيرت، لا، لأن ده هيطول فترة التدريب، هتكون طويلة، هتاخد معاك وقت، لأنه هيخاف منك وهيتلخبط، هيبقى مش فاهم، لأنه مش فاهم هو عمل إيه أو إيه اللي حصل، لأن هو لسه مش فاهم حتى معنى الكلمة أو فاهم الكلمة اللي أنت قلتها. فلكون إن أنت تعلي صوتك عليه أو تزعق له أو تعنفه أو تعمل أي حركة من الحركات دي، فهو مش هيفهم، لأنه مش فاهم الكلمة، مش هيفهم هو عمل إيه، فأنت بتلخبطه، بتطول المدة، الفترة تطول، يخاف منك، مش هيستجيب معاك، مش هيعمل أي حاجة. على الأقل بس يعني الفترة التدريب بتبقى مثلا من 5 ل10 دقايق، دي كفاية قوي، يوميا أو يوم ويوم، فتبقى قليلة وكلمات قليلة وصبر وتكرار، فده هيتعلم معاك حاجات كتير قوي قوي قوي، وكمان هتبقى معاك يعني حياتكم كويسة. وعلشان كمان هو الحيوان ما يملش ويتضايق ويتلخبط معاك. التدريب رحلة ممتعة بجد بينك وبين الحيوان، هتبقى وقت ممتع جدا، هتلاحظه وهتلاحظ ان العلاقة بينك وبين الحيوان بتاعك بقت أقوى. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، واستنوني فيديوهات تانية كتير، ومستنية برضو منكم تعليقاتكم، ايه اللي عايزينه كمان أنا أقدمه لكم تسمعوه، أو نتشارك مع بعض الآراء، أو نتكلم. ممكن تقولوا رأيكم في حاجة أنتم عايزين تستفيدوا بيها أو تسمعوها أو تشوفوها، فأنا مستعدة أن أنا ألبي طلباتكم، ومن كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسلام وحب، وباي باي.